وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صدق الله العظيم. ويحك يا هذا، ماذا تفعل؟ ما بك يا أخي؟ أقرأ القرآن، أقرأ كلام الله. ولماذا هكذا تتمايل؟ أتمايل؟ وهل النبي محمد صلى الله عليه وسلم عندما كان يقرأ القرآن كان يتمايل هكذا؟ ما هذا؟ ألا تعلم أن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة هي وصاحبها في النار؟ ويحك، أو تقبل المصحف؟ ألا تعلم أن تقبيل المصحف بدعة يا ولدي؟ هل النبي محمد قبل المصحف؟ هل أبو بكر وعمر وعثمان قبلا المصحف؟ من أين أتيت بهذه البدعة؟ إنك رجل مبتدع بك جاهلية. وما الضير في التمايل يا صديقي؟ هل أنا عندما أقوم بالتمايل هل أنا أقصد بذلك الإساءة لكلام الله عز وجل؟ أم هو شعور داخلي ينتابني عندما أقرأ كلام الله؟ اذهب من هنا وإلا أخرجتك بالقوة. تبا لك وتبا لهذه الأفكار المعشعشة في رأسك.